السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد، وما تنساونيش من لي لايك والتعليق الزوينه ديالكم. وهاني رجعت معكم. يلا جيت دابا من لاصال. عرفتي دوزت واحد الكور غوار صراحه، كنفوج والله. عرفتي خصوصا لاصال ديال الصباح زوين. المهم كملت اختي القرعه ديالي. كتسولوني بزاف على لاصال. شوفوا، انا غتحطيني في الحي محمدي غنتجلى. انا غير صاحبتي اللي مشيت معاها النهار الاول هي اللي داخله لي وشكرات ليا ومشيت وصافي. هادشي اللي كاين. دابا بقيت انا غادي ندخل للدار، غادي نضرب لها واحد الجمعه. يا سلام، شوفوا كملت القريعه ديالي. عرفتوا فيما كانت معايا لاصال كندير تحدي مع راسي انني نكملها وصافي. هادشي اللي كاين وها نتوما معايا. واول حاجه دخلت هكذا وجدت الوليدات البانكيك هنا. عرفتوا هادو راه كيجيو ناجحين. درت هنا بيضه، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، الفاني. وغادي ندير حتى شويه ديال بودر ديال الفاني. بودر ديال الفاني هو واحد القرعه كتكون عندها غلاقه صفراء، راه كدير واقيلا ما عرفتوش 20 ولا 15 درهم. صافي ضفت هنا كاس ديال الحليب و2 معالق كبار ديال الزيت. صافي كنضيف هنا 2 كيسان ديال الدقيق، واحده خماره، وكيجي الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا. كيجي بانكيك ناجح، كيجي زوين، كيجي مفشفش. وباش كيجي ناجح، باش كتعرفي ان البانكيك ديالك ناجح، كيجي بحال الفوق بحال التحت. يعني الفوق كتكون عنده قاعده ديالو بحال التحت. كيجي رائع جدا. زينته هنا بهاد الشوكولا هذا. بالنسبه لهذا كناخذو من عند ماي باتيس، كناخذو بالعبار زوين هذا. عرفتي فيه المذاق ديال النوازيط رائع جدا، بحال كتاكلي نوتيلا تماما. وهنا مباشره شعلت صوره البقره. كل صباح كنشعلها راحه نفسيه. من بعد جيت هنا لبيتي، جيت هكذا هويتها، مسحت الغبره، مسحت هكذا اللي طابل دونوي. وهنا جيت بديت كنبدل التفريشه. انا راه دائما داك البروتيج مطلا كنخليه مره كنصبنو زوين صراحه، كيحافظ لك على المطله ديالك. وكما كتسولوني دائما على التفريشات ديالي، راه كناخذهم من عند افريشه عبدو. هاد كوفرلي راه عندي قديم، راه واقيلا غادي يمكن العامين. شوفوا باقي كيما هو كيتصبن وكيعاود. ما شاء الله عبدو عنده الجوده والثمن مناسب. المهم نجي ندوز لاسبيراتور. عرفتو داك النهار ضحكاتني متتبعه. قالت لي وي عزيز عليك ديري ميني كيك، ميني بسبوسه، اي حاجه كديريها صغيره. قالت لي حتى من الراس ديال الاسبيراتور. بقيتي دايره داك الصغيور. عرفتو علاش عجبني هاد الصغيور؟ حتى باش كندوزو على الصالون كنحاول انني ما نقصش السدادر. راكم عارفين شتي غير ديك باي الا كدوزيها ديما في الصالون راه كتضرب لك السدادر. هذه زوينه عمليه، كتجمعي بها القنيتات وكلشي. صافي قديت بيتي ديجا، قديت بيت الوليدات، جمعت كلشي، ردت كل حاجه لبلاصتها. وهنا ريهام غادي تغسل. درت ليها هنا زيت تساقط ديال بيت العسل. شوفوا الناس اللي متبعيني شحال هادي غتعقلوا على الشعر ديال ريهام كي كان عندها 2 زغيبات. حتى داك لاستيك صغير ما كيتشدش ليها. كندير لها هنا زيت تساقط. هذه راه فيها اكثر من 15 نوع ديال الزيت، زيوت اللي 100% طبيعيه، ريحتهم ما خايباش. حتى بالنسبه للناس اللي دايرين بروتين راه ممكن انهم يستعملوها لانهم زيوت بدون املاح. كنديرها ليها غير في الفروه ديال راسها، يعني في الجلده ديال راسها. وبالنسبه للاطراف كندير ليها زيت الكوك. راه بارطاجيتها معكم حتى هي، ها هي كاليمن، باش كيكون الشعر رطاب. وهانتوما شوفوا لي ما شاء الله واحد الكثافه، ما شاء الله واحد الكثافه ولات فيه زوينه بزاف. ولكن شوفوا راه اي حاجه طبيعيه كتبغي المداومه، ثم المداومه كتلقى عليها نتيجه اللي زوينه. ايوا اختي هنا دزت مباشره باش نبدا نوجد الغدا. شوفوا انا صراحه كتعجبني وقت القرايه كيكون نظام، كنفيقوا في الوقت، كنعسوا في الوقت. كتكون حتى الماكله في الوقت، ماشي بحال العطله. عرفتوا هاد العطله كلها تقريبا كنتغداو مع شي 4. المهم هنا غادي نصاوب معكم صالاد بارده وصالاد دافيه. المهم غادي ندير ان شاء الله الحوت للغدا. ديما هكذا غالبا الاول ديال السيمانه كندير الحوت. المهم راكم عارفين ضروري ما كنوعوا. وحاجه اخرى دائما في الانستغرام كنكون حاضره فيه. مرحبا بكم في الانستغرام ديالي اللي هو نفس السميه ديال القناه يوميات وئام. كنشارك معكم اليوميات ديالي نهار بنهار، و هكذا شي ميزه اي حاجه. والحمد لله عندي متتبعات غزالات في الانستغرام، يعني كنتواصلوا بشكل يومي بحال خواتات بحال صحابات. كيتشاوروا معايا كنتشاور معاهم، الحمد لله علاقه لي زوينه. وكما قلت لكم الانستغرام زوين كيقربني لكم اكثر واكثر. كما كنقول لكم دائما
هو كتحطي فيه زعما الحاجه نهار بنهار، حيت صراحه المونتاج ديال يوتيوب صعيب صعيب صعيب، كيدي لك نهار والله. صافي المهم هنا نقيت الخضيره ديالي، انا كيعجبني هاد لي شو الصغيور كيكون بنين. صافي قطعت الخضره على هاد الشكل هذا، درتها باش تبخر. انا دائما كنفضل انها تبخر، كتبقى بالفوائد ديالها وكتبقى زوينه وما كتجيش حتى شاربه الماء، ماشي بحال الا تسلقات. صافي رديت الخضيره ديالي باش تبخر. وهنا بالنسبه للفلافل عندي هنا فلفله حمراء وخضراء، وعندي الدنجال. المهم دابا نشارك معكم واش وقع على هاد الدنجال زعما. المهم خليكم معايا. هادو غادي نديرهم في الفران. المهم درت لهم شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار والثومه من السما وشويه الزبيته بلديه، ورديتهم في الاير فراير. المهم كنت بارطاجيت مع البنات في الانستغرام، مع المهم حطيت ستوري وقالت لي واحد السيده راه الاير فراير خطيره، ما زعما ماشي صحيه وهذا. شوفوا والله ما بقينا عارفين فاش نطيبوا. الاغلبيه قالوا لي لا راه بحال الفران عادي جدا. عاوتاني ناس اخرين قالوا لي لا راه عادي، غير هو ضروري ديري بابي كويسون من التحت. شوفوا سبحان الله كل واحد شنو كيقول، ولكن انا كتجيني اير فراير بحال الفران الصغير، يعني ما كاينه حتى شي حاجه مضره. وحتى نتوما قولوا لي شنو بان لكم. هنا بالنسبه للخيزو بعد ما تبخر قطعته بهذا الشكل، درت فيه شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الزبيته بلديه، شويه ديال الزبده، واخر حاجه كنديرها هي المعدنوس. الخضيره ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه، كتبقى في اللون ديالها، حيت انا ما كنطيبهاش بزاف بزاف حتى كيتبدل اللون. ايوا الحاجه نسات الدنجال في الفران. الا قلت لكم داك الدنجال بات في الفران. والله الا حتى لهاد الصباح هاد لقيته قلت ويلي ويلي ويلي. المهم هنا بالنسبه للصالاد بارده، درت فيها الخص من التحت، بطاطا مسلوقه، خيزو مسلوق، باربا، درت هنا كيوي، المونغ. هنا اخر حاجه درتها في الفوق، درت حتى لي بات فيس مع الطون مع المايس. وهنا درت هاد لي سكالوب هادو اللي كنت خديت من عند برادرز، عرفتي بنان. هما فرماج حمر تا هو اللي كنت خديت من عندهم، عرفتو بنين المذاق ديالو، وكنخلينا غير في الثلاجه ما كيخسر ما والو. صافي هنا بالنسبه لي نوغيت، المهم انا كنقول لي نوغيت قطعتهم هكذا مربعات. بالنسبه للفرماج حمر تا هو قطعته مربعات. واخر حاجه غادي نديرها هي المايونيز. انا احسن مايونيز بالنسبه ليا هو لو سيور. بنين سبحان الله، كيعطي واحد البنه اللي زوينه. وهكذا كنكون وجدنا صالاد بارده وصالاد دافيه كيجيو رائعين. خصوصا دابا حنا داخلين على الصيف، كنبغيو بحال هاد لي صالاد هادو. حيت فاش كنت بارطاجيت معكم الصوره في الانستغرام، بزاف الناس قالوا لي شاركي معنا الوصفه. راه عادي، شوفوا انا صالاد اي حاجه كانت عندي في الثلاجه كنديرها. كتجي زوينه وكتجي بارده. صافي انا بالنسبه للصول قليتو. وبالنسبه لهاد البيضات هادو هما اللي كنت خديت عند ميزون دو بورسلين، ما شاء الله عندهم مايناس كيحمقوا، وراه شفتو كنستعملهم شحال من حاجه. بالنسبه للمحل ديالهم راه كاين في انزكان قدام الكوميساريه ديال انزكان. ايوا اختي ندوزو لهاد الكوزينه. راكم عارفين النهار ديال الحوت كي كتكون الكوزينه. اول حاجه عمرت لافيسيل، غسلت الماينات الكبار، عاد جيت هكذا كنمسح الفورنو كنمسح البوطاجي. انا كنستعمل هذا البرودوي هذا اللي كنت خديت من عند لامياء، اللي كتجيب برودوي ديال المانيا، رائع. هذا كترشي ريحته بعدا زوينه، ما كتخنق ما والو، كترشي وكل شيء كيتهز، كتجي ديري تدويزه وحده وكتمسحي. صافي انا جيت كنمسح البوطاجي. وهنا في الاخر دوزت هكذا يشبك هكذا على الزاجه ديال الفورنو. عرفتوا داك البرودوي الخضر خطير جدا، زوين زوين زوين. كنستعملوا الفران، كنستعملوا الاير فراير، كنستعملوا بحال هكذا الفورنو. عرفتي زوين دغيا كيتهزوا دوك الدهون، كلشي كيتهز. راه قلت لكم انا تبارك الله هذا الفورنو راه عندي قديم. حتى هاد لاباط هادي، المهم الا كنتو مهتمين غنخلي لكم الرقم ديال لمياء في التعاليق. حتى هاد لاباط كناخذها من عندها، هادي خطيره حتى هي. ديريها الفورنو، ديريها لاشاس، عزكم الله. المهم ديريها لاي بلاصه. حتى بالنسبه لافابو كتردو كتشعلي. واختي جمعت كوزينتي، ريحه جافيل، ريحه النقاوه. المهم هنا راه لافيسيل خدامه. عرفتوا عندكم انا الماعن والحوايج كيتوالدوا. عرفتي انا راه 3 ديال التصبينات يلاه هبطتهم هكذا من السطح، ولكن قلت حتى نسالي عاد غادي نجلس نطويهم. كنخلي الطويان اخر حاجه، حيت كنجلس. شوفوا انا ملي كنكون في لاصه ما كنبغيش نجلس، كنجي نشيطه، كنبغي نقضي شغالاتي عاد نجلس في مره. صافي انا السباطريات حتى هما صبنتهم ديما، انا كندخلهم الماكينه. ما بالكم سخفانه حيت يلاه هبط، كنت في السطح باش جبت الحوايج. والله قلت لكم هنا 3 ديال التصبينات، ولكن غنخليهم اختي تنسالي ونرجع ليهم.
ايوا اختي ساليت شغالاتي ودخلت هكذا ضربتها باحسن حكه. المهم هنا استعملت هاد التبريمه ديال بيت العسل خطيره جدا. صافي وجدت انا بيجامتي. بالنسبه لهاد المجموعه هذه ديال البلايات هي كناخذها من عند لمياء، عرفتي ريحتهم خطيره جدا. راكم عارفين اختي النهار ديال الحوت والروينه وديجا كنت في لاصال، صافي قلت لهم ندير سدويشه وحده ونخفف هكذا. المهم بزاف منكم كتسولوني اش من شامبوان كتستعملي. مره كناخذ هذا راه كناخذو من عند سميره الزعيم، ومره كنستعمل هذا الطانينو. هذا حتى هو زوين، وباش كيعجبني هذا الطانينو كبير وكيبقى معاك مده طويله. وهاني رجعت معكم. لقيتوني خارجه دابا ان شاء الله غاديه عند سميره الزعيم. شوفي يدي كي ولاو شحال هادي ما درت لاسيغ. المهم غندير كلشي ان شاء الله. وغدا ان شاء الله باش ندير بروتين القدام ديال شعري هبط ليا. صافي انا كيبان لي بحال الا مضرش، خصني ان شاء الله نمشي ندير بروتين ومشهيه بيديكور. انا ديما كنقول لها سميره، كنقول لها كنغبر نهار كنجي كنحاول ندير كلشي في مره. توحشت ندير عندها بيديكور، توحشت البروتين. عرفتوا راه سميره والله انا كتجيني مع احتراماتي الناس الاخرين سميره احسن وحده في البروتين، كتجيب احسن برودوي والطريقه ديال الخدمه زوينه بزاف. المهم غادي نمشي ان شاء الله، ديجا واخده من عندها رونديفو. المهم هادشي اللي كاين واللي درتها ان شاء الله راه غادي نبارطاجيها معكم، وغنشوف سميره اللي كندير لكم شي برومو ان شاء الله نبارطاجيه معكم. وقتي مزيانه شويه، الصيف داخل، اكادير بدا الصيف بكري. نتهلاو شويه في راسنا والبالو شي شويه. وهنا اول حاجه انا راه ديجا دوشت، ولكن ضروري هما كيعاودوا يغسلوا لك شعرك باش كيتاكدوا انه ما فيهش لا زيوت لا والو، باش هكذا الزغبه كتستافد من البرودوي. وهذه ثاني مره غادي نستعمل هذا البرودوي هذا ديال بلاك ديامون اللي داير ضجه، ولكن راه فعلا خطير جدا. كيخلي لك شعرك مسبسب وفيه واحد لابغيونس زوينه بزاف. انا عجبني صراحه، كنت درتو انا وماما وعجباتنا النتيجه ديالو. المهم دابا سميره ان شاء الله غادي تهضر لينا على لي برودوي، بعدا راه احسن ما كاين في البرودوي تلقاوهم عند سميره. لاباس عليكم. المهم كيف ما قلتي لي برودوي، راه كنقول لكم دائما باش الواحد يستمر خاص ضروري يكون لي برودوي زوينين. هذا ما كتقوليش انا كي وصلتي لواحد النجاح ضروري كتبقى الاستمراريه. الاستمراريه هي المهمه. انا نهضر على الطوب بوان. هذا الطوب بوان هذا البنات من شركه فيتا كولد ما عمرني درت فيه لا بروم، بحكم جبتي واحد الكميه اللي هي زوينه. ان شاء الله غنخليه لكم غير ب 800 درهم بالنسبه للشعر القصير، 800 درهم. ولكن الشعر الا كان طويل بزاف وكثير ما كيتزادش واحد الثمن اللي هو طالع بزاف، كيتزاد غير شويه. دونك الا كان الشعر طويل وكثير راه كيتزاد واحد النسبه اللي هي قليله. ولكن راه بالنسبه للشعر القصير كيبقى لكم ب 800 درهم. كيف ما عرفتي وي باقي لا برومو 700 درهم. كيف ما كان شعرك على واخا يكون طويل واخا يكون كثير كيبقى لكم 700 درهم. كاين طانيرو البنات حتى هو خليتو لكم حتى هو غير 700 درهم. كيف ما كان شعرك كاين البنات البلاك دايموند القديم الاولاني كيبقى لكم ب 800 درهم. حتى هو خاص الشعر ما يكونش طويل بزاف وكثير، يعني بحالو بحال الطوبوان ديال لا برومو. ولكن ما شاء الله راه كيكونوا الشعور اللي هما طوال بزاف وكثار. ضروري ملي كتزاد لا دوز كتزاد واحد البلاياج السبالك. بالنسبه للبلاياج باقا لكم لا برومو البنات 500 درهم. عرفتوا تشوفوا السطوريات اللي كتحط سميره، بلاياج عرفتوا اللون كي كيطلع. كيبقى لكم ب 500 درهم بنات فيه السوان. فيه الميلونج، راه كنأكد على الميلونج. يعني كنصبغوا لك شعرك، ما كنخلوش لك ديك التبرقيعه، ما كنخلوش لك اللون ديال البنان ولا لورونج. يعني كنصفي لك اللون وكتحصلي على اللون اللي هو صافي. ميلونج وفيه سوان تقنيه النانو، وفيه اكيد البلاياج ولا ليماج اي حاجه اختارتها السيده. طلع اللون غزال. غنخلي لكم هنا غير ما تكونيش صبغه بالكحل ولا لاكاجو. ياك ترى كاجو. الكحل ولا لاكاجو كتطبق عليهم نفس القاعده. دابا راه السيده دارتو عليها ياك. انا غندوز لكم فيديو هنا ان شاء الله في المونتاج باش نوريكم النتيجه النهائيه. عرفتوا تبارك الله كطلع اللون غزال. وبالنسبه لي سوان في راه كيبداو عندنا من 200 درهم. فيهم تقنيه النانو وفيهم كاسكليد، يعني زيدكم تا كاسكليد كيبداو من 200 درهم على حسب السوان اللي حنا اختارينا للسيده وعلى حسب الحاله ديال الشعر ديالها.
ايوا اختي ساري راه سميره دايره لكم برومو زوين في البروتين، في الصوان ديال الشعر، في البلاياج. وهنا جيت باش ندير بيديكور، تلاقيت نيت انا مع متتبعات الحمد لله بعدا اللي جا عند سميره كيشكر خدمتها، لا اللي داروا بروتين، لا اللي داروا الصوان ديال صوان الفيزاج، اللي داروا الصوان ديال الشعر والبيديكور. عرفتوا واحد البيديكور، عرفتوا الرجيلات كيفاش كيخرجوا، عرفتوا نقيين بحال ديال الوليدات الصغار، كتنقي لك تحت رجليك مزيان، الجناب ديال الضفيرات كيتنقاو رجيلاتك. وراكم عارفين حنا دابا داخلين على الصيف، كنبغيو نلبسوا سنيدلات هكذا، كنبغيو رجيلات يبانوا نقيين، الضفيرات كيبانوا نقيين، ولكن تبارك الله كيخدموا بطريقه زوينه. المهم سمحوا لي بعدا حاشاكم وكانت هذه هي النتيجه. عرفتي تبارك الله الرجيلات كيتنقاو، الضفيرات كيوليو كيشعلوا، حيت انا صراحه كيبدا يسخن الحال كنبغي نلبس هكذا سنيدلات والبروتين. ما شاء الله كيفاش طلعت لي النتيجه غزاله بزاف. عرفتوا الشعر مسبسب ما شاء الله، كيخدموا بروتين مزيان وكيبقى لك اكثر من 6 شهور 8 شهور. وهاني رجعت معكم، رجعت من عند سميره، رجعت اختي طالع عليا المورال. المهم من عند سميره جيت للدار، قلت صافي غادي ارتاح، غنصوب هكذا شي حاجه للدراري الكوتي. شوفوا شكون جا عندي. السلام عليكم، كي درتو بخير؟ لاباس عليكم؟ والله الا توحشتكم. حتى هما كيسولوا عليك. اي قالت لي وي الله توحشتكم الخير، بارك الله فيكم، الله يعطيكم الخير. ايوا مع الخدمه ومع السفريه الحمد لله جينا بخير وعلى خير الحمد لله. الله يسهل عليكم الخير، بارك الله فيكم، الله يكثر من الخير، الله يكثر من امثالكم، بارك الله فيكم. تلفت لي على ضرب عش حاجه لا هضرات مع الصهير ومع السفر، والله الا كلشي رجع معايا العيا دابا والله. ايوا الحمد لله على كل حال. وثانيا عاوتاني تلاقيت ثاني متتبعات والله العظيم. ديديكاس ثاني ماما في ما تبان ديديكاس. والله الا تلاقيتهم في العرس السبت اللي فايت وهذا السبت الثاني، والله الله يكثر خير. فراس كيصيفطوا في الانستغرام كيقول تلاقينا مع ماما اي والله تبارك الله عليكم، زعما قمه التواضع، الناس الله يعمر لهم الدار وحق الله العظيم. المهم جات عندي ماما، صراحه كنت عوانه نجينيش للدار، صافي جات عندي ديجا كانت قريبه لي، قالت لي يلاه معايا للسوق عندي ما نقضي. قلت لها يلا اصلا عندي ما يدار في السوق. حتى ماما واحد السبر ديال هاد ايات شي 20 يوم وهي في الكفر مازال ما بدلتها، جاتو صغيره كنقول يوم غدا اليوم غدا يلا صافي غتجرني ماما للسوق اصلا والله الا شحال من حاجه خاصاني. المهم ماما ملي جات عندي قالت لي عطيني البودر ديال البلوح، حيت ماما ديجا كاين عندها في الدار كتستعملها. شربتي ثاني اللبن ياك؟ شربتي اللبن اليوم؟ عرفتيني مع البروده عزيز على ماما اللبن، موت انا على اللبن. كتشربو كيضر. اللبن العبار ماشي ديال الجبيره ديال الحانوت، لا ما كيعجبنيش، ديال العبار بالضبط اللي كنشرب انا كيعجبني بزاف. المهم ماما مستمتعه بماكلتها وكتعول دائما على البودر د البلوح. هذا ما كيخطانيش، انا ما شربتوش في الدار وجيت عند بيهم طلبتو ليا دابا، ها هو راه درتو في الماء دابا كنتسنى غير يدفى شويه وغادي نشربو. هذا ما كيخطانيش قسما بالله، كنلقى فيه صحتي بزاف، هو اللي ينفعني في السفر، هو اللي ينفعني في العراسات، كنوقف على رجلي حتى كنساليو العشره. كاينين المساعدات تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم، ولكن حنا كنا عندنا المشكل المصران. كنا عرفتي انا نهار مع كسكس واللبن كيدير ليا حاله، حتى المناضه حتى هي كتضر. كنقول ما نشربها، ولكن كيجينا داك ملي كنشوفوها بحال الدراري الصغار. والله العظيم هذا زوين. رقم واحد. شوفوا اي حاجه كانت عندك في الجهاز الهضمي، هذا البودر ديال البلوح غزاله. تا صحاباتي خداو شكروا صاحبتي كاع خلاص كل ساعه وديجا حتى الناس ديما كدعي معايا، والله العظيم الا ديما كدعي معايا، كتقول لي ما ننسى فيك هذا الخير زعما من لا زوين الحمد لله كاع اللي خداك كيشكروا زعما وجابوه لقات نتيجه ولقات فيه نتيجه يا سلام. اما هذا تنشرب هذا حيت يلا طلبتو الوئام نسيتو ما شربتو راه غيكون برد ما درنا الماء سخون من قبيله. بالنسبه للمركز اتي راه عندهم علاج جرثومات المعده، القولون العصبي، بوم زوير، عندهم عده علاجات. انا كنبارطاجي معكم داكشي اللي كناخذو، حيت البودر د البلوح كانت عندنا بحال عجينه. دابا خدينا هذا البودر، حتى ماما خداتها بودر، هذيك كيكون زايد فيها العسل، هي داك كيكون فيها العسل، هذا نشف. اما هذا ولدي رائد تا هو راه فيه فقط الدم، وبنتي مريم اقسم بالله الا لقاو فيه صحتهم زوين. هذا هو اللي كناخذ انا للطاقه زوين. خلاص بنتي مريم دابا ولات كتاكل مزيان، ما بقاش ما كيغلطش. هذا راه كيفتح لك الشهيه، كيعطيك الطاقه وحيويه النهار كامل. وزوين الناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، لا كتولي تاكلي مزيان.
كما كنقول لكم دائما بالنسبه لمركز اتير مركز لعلاجي بدرجه اولى بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتزادوا في الوزن كذلك. وحاجه اخرى راكم عارفين الضجه اللي نايضه دابا على الناس اللي كيخلطوا في البانيوات يعطيو لعباد الله وكيمرضوا فيهم. هما تبارك الله راه عندهم لابوراتوار، كاين واحد في اكادير واحد في الداخله كل طرف بها معترف من طرف لونسا، يعني كل شيء عندها مرخص، كل شيء كيتصاوب مختبر من عند اخصائيه اللي بوراقها وبكلشي. يعني ما كنجيش وكنبارطاجي معكم اي حاجه، ما كنجوش حتى حنا كنستعملوا اي حاجه، راه شهور وحنا كنستعملوهم. زعما الحمد لله منتجات اللي زوينه ولقينا عليها نتيجه. عرفتوا انا كنبارطاجيو معكم غير الحاجه الزوينه، راه ما يمكنش لينا نبارطاجيو معكم شي حاجه ما كايناش وكنبقاو غير كنهضروا، راه كنشربوا قدامكم وكناكلوا قدامكم. الصراحه شي حاجه اللي نفعتنا كنفعوها بها الناس اخرين. وحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيقول لي راه كنصيفطوا لهم اولا كنتصلوا ما كيجاوبوا. شوفوا هما ما واتساب راه ماما براسها راه متبعه مع الاخصائيه عبر الواتساب، كتشخص لك الحاله ديالك وكتبقى متبعه معك، حيت صراحه كيكون عليهم الضغط. اللي كيساليو كيجاوبوك في الواتساب، كيجاوبوا الناس. ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين. المهم هادو ما غاديش تندموا عليهم، زوينين بزاف. ايوا يلا ماما نمشيو للسوق دواحات. والله الا حاجه جات نبدل الاياد الصدري، جات صغيره هذه 33 جات صغيره. انا وماما راه كثر من الدراري الصغار. الحلوه د الكوكو باقي لينا البريواز، باقي لينا عصير الليمون، ضعفينا بكري. لا ماشي على الضعف هذه، الا ماشي الا اللي جينا للسوق لحد ما خدينا هذا بحال ما مشينا للسوق. شوفوا اللي زوينه عند واحد الراجل كبير شويه راه كيكون حدا الدروج اللي كيهبطوا الجناح الجديد. زوينه رطبه ناري ضعفينا بكري. جيت ناخذ الزيتون، عرفتو كيعجبني الفطور خصوصا هذا حلو زوين الفطور. شنو جيت ناخذ ثاني؟ جيني كيتهرس ليا هضر كيتهرس قبل ما نوصل للطالع، الله يوصل ليا معاه. وهنا غادي نمشيو عند بيت العسل. هنا باب السجل الماسه كما كندخل معاه، راه على اليسار ديالي كتبدا الخضره. غادي نمشي شويه غندور مع الدوره على اليمين، ها هو الباب معاياش دخلت. غادي ندور مع هاد الدوره هادي اللي على اليمين وغادي نمشي نيشان. راه الناس ديال بيت العسل راه باين. المهم خاصني نعيدو صراحه شحال من حاجه، لا انا لا ماما. ها نتوما كنجي نيشان، ها هو بيت العسل رقم المحل 131. المهم كما قلت لكم تسالات ليا شحال من حاجه وتبارك الله لقيتهم مدخل برودويات جداد، شي حاجه اللي زوينه. خليكم معايا ان شاء الله كلشي غادي نبارطاجيه معكم. المهم بعدا بالنسبه للاخ حمزه راه هو هذا صراحه تعامل زوين والحمد لله كلشي كيشكروا. ومن بين الجديد لقيت بيت العسل دخلوا اللي هو هذا البخاخ هذا ديال الشعر، هذا زوين بزاف. هكذا كيحبس حتى هو التساقط، كينوض الخلفه، يعني بحال الا قلتو هذا كيكمل زيد التساقط زوين بزاف. هذا راه ماشي كديريه وكتغسليه لا نهائيا، كيكون الشعر نقي، يعني كترشيه ريحته ما خايباش، يعني تقدري تبقاي به بلا ما تغسلي. شي حاجه اللي زوينه بزاف بالاعشاب، يعني كما قلت لكم هو كيكمل هاد الزيت هادي. وراه داير لكم برومو زوينه فيهم بجوجهم. وتبارك الله راه بيت العسل منتجات رائعه كما كنبارطاجي معكم دائما. هذه اختي هي باش تحمحمت في الصباح، غزاله غزاله غزاله. راه ما يمكنش دابا نمشي للحمام اولا نغسل بلا هاد التبريمه هذه، رائعه جدا. وكتلاحظي الفرق في الجسم ديالك، واحد الرطوبيه واحد النقاوه يا سلام. عنده كذلك هاد لي جلدوش هادو. وهنا غادي نشارك معكم شنو اللي متبعه انا لريهام الشعر. صراحه ماشي غير ريهام، انا وياها. المهم كنديروا زيت تساقط للجلده ديال الشعر، وبالنسبه للاطراف كنديروا زيت الكوك، كتخلي واحد الترطيب رائع جدا. انا دايره بروتين ما كنديرش زيت الكوك، ريهام كديرها. حاليا بيت العسل راه داير لكم برومو زوين في هذا البخاخ هادو. الزيت ديال التساقط راه دائما كنشكرها لكم اكثر من عامين وانا كنستعملها. دايرها لكم بجوج بو ب 90 درهم، والله الا الثمن اللي زوين. ومن بين الجديد كذلك اللي مدخل لنا بيت العسل هي هاد ليكرون سولير. هذه صراحه خديتها على وديتي هكذا في السوق، عرفتو يدي سمارو ليا. وكاينه هاد الغسول هذا ديال الوجه، هاد لاموس هذه كتجي بالرغوه، عرفتي بالنياسياميد، عرفتي واحد النقاوه كتخلي لك في البشره ديالك. وراكم عارفين الفوائد ديال النياسياميد على البشره. وكذلك كاينه هاد الزيت ديال التدليك، هذه دائما كنشكرها لكم زوينه بزاف.
ومن بين الجديد كذلك اللي لقيت بيت العسل ندخلو هي الزبده ديال الشيا. هذه راها غزاله، كتصلح للجسم، كتصلح للشعر، كتصلح للوجه، زوينه بزاف وريحتها زوينه، وكتصلح كذلك حتى الجسم كما قلت لكم. وبالنسبه كذلك للعسل عنده جميع انواع العسل، راه كتشوفوني دائما كنتقدم عنده العسل. وهاد المره هذه داير لكم قريعات صغار ديال املو. هذا ما شاء الله راه ما كاينش اللي ما حمقش عليه. هذه ديال لاكاجو، الزريعه الخضراء، وديال البيستاش، واكيد املو ديال اللوز. شوفوا لي ما شاء الله القوام ديالو ما كاينش اللي ما كيحمقش عليه، واحد البنه وواحد القرمشه كتجي فيه يا سلام. كما قلت لكم كاين هذا ديال اللوز، وكاين هذا ديال الشوكولا اللي كيعجب الوليدات، كاين بالزريعه الخضراء حتى هو زوين. هادو راه قريعات صغار كيتباعوا بثمن مناسب. وحتى بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكذا القشور ديال العكر الفاسي او النيله الزرقاء الفري، راه متوفره عند بيت العسل. وشوفوا لي البلوش، عرفتي انا راه كنحمق على البلوش عنده تبارك الله، اللون ديالو زوين وكيبان طبيعي في البشره. كذلك حتى بالنسبه لهاد الزيوت هادو راه داير فيهم الثمن اللي جد مناسب. عنده ما شاء الله جميع انواع الزيوت، الجليسيرين، زيت اللوز، اي حاجه كتلقايها عنده، ودير لهم غير ب 30 درهم صراحه الثمن اللي جد مناسب. وكاين كذلك هذا الكوماج هذا، انا صراحه دائما كنحاول نبارطاجي معكم الحوايج اللي انا مجربه. هذا المقشر ديال الالوي فيرا غزال، كاين بلوبان دكار. يعني بالنسبه لهاد لي كوماج كيبقاو على حسب النوعيه ديال البشره ديالك. وكاين هذا محبوب الجماهير، وصراحه ديال ليه الثمن اللي جد مناسب. هذا بالطيل الابيض والارغان، خطير جدا، منه ماسك، منه كوماج كيخلي لك واحد ليكلا، واحد الرطوبيه غزاله في البشره ديالك. بالنسبه للسيرومات اللي كنستعمل بالنسبه لشعري انا وريهام، هما هادو زوينين. اول حاجه كيخليو لك ملمس زوين في شعرك، زائد الريحه، عرفتي ريحتهم غزاله. وحتى هما داير فيهم برومو كيبقاو ب 60 درهم عوض 120، غزالين. ودابا حاليا راه دخل فيهم الجديد هذا بالخوخ، عرفتي ريحته شحال زوينه. يلا شميتو. هذا الصفر ديالاش نوار الشمس، بحال نوار الشمس. وكاين ديال الخمره، العطر ديال الخمره خليجي هذا غزال الريحه زوين. هذا عرفتوا كيخلي ملمس زوين الشعر، كندير انا وريما السوا. وما ورد هذا راه حتى الرجال ممكن يستعملوه، غزال. كنحطوه في الثلاجه فيما كنغسل وجهي او الا كندير شي ماسك شي كوماج غير الا هبط من السطح كنرشو على وجهي زوين. هذا ما ورد وكيبقى لكم غير ب 30 درهم، عرفتي راه غير هادي كتدي لك مده طويله، كتحطيها في الثلاجه فيما ضروري ترشي زوينه. وبالنسبه للبنات اللي دائما كيسولوني باش كتكحلي عينيك، انا راه الكحول كناخذو من عند بيت العسل، كحول اللي طبيعي وزوين. والحريره البلديه هذه راه ما كاينش اللي ما حمقش عليها، خصوصا في رمضان بزاف ديال الناس استعملوها. وكذلك كاين حتى خل التفاح، راكم عارفين الفوائد ديالو، كاينه قرعه كبيره وكاين قرعات صغار بحال هكذا. وهاني رجعت معكم. عرفتوا يلا دخلت من السوق دابا من هذا الشيء كامل اللي تقديت، ها باش فرحانه. عرفتي كنحماق عليه. شحال هادي ما خديته بعدا، هذا كيتهرس لي قبل ما يوصل للدار، ما عرفتش علاش. بعدا اليوم الحمد لله راه وصل بخير كما كتشوفوا. كتحمقني الشربه فيه واعر. واخا كتقولوا لي راه القطران ماشي صحي، نتوما راه قلت لي عمرو ليا بالقطران، كتقولي والله راه خايب راه ماشي صحي، ولكن اختي دير بحال شي محمى كنحماق عليه. الانتعاش الله ما كاين احسن من حاجه البلديه والله. المهم صراحه بطيت للسوق، شحال هادي ما مشيت للسوق. المهم مشيت عند مول الورد، مشيت عند افريشه عبدو، مشيت عند بيت العسل. غادي نحاول نبارطاجي معكم دغيا. المهم بعدا بالنسبه للسبادري اللي خديت الاياد هي هادي. بالنسبه لعالم الورود خديت من عنده. المهم دارت لي ثاني واحد الفكره في راسي، الله يعفو عليا. انا بارطاجي معكم شنو خديت من عنده. خديت من عنده هادي عجباتني. المهم غتشوفوا ان شاء الله فين غادي نديرها. المهم غتفهموا واقيلا. هانتوما هاد اللون واعر كيحمقني. المهم اختي الورود. المهم هادو خديتهم. المهم تنبارطاجي معكم ان شاء الله كيفاش غادي ندير ليهم. عرفتوا تبارك الله حسن عالم الورود ما شاء الله عنده داكشي غزال وديما كيجيب الجديد. وباش كيعجبني انا ديما كندير الورد على حسب التفريشه. الله غالبا الفيديو الجاي غادي نبارطاجي معكم باش بغيتو. اكيد اختي ملي كنمشيو للسوق حلوه د الكوك وكرملو، صراحه كنت باغا ناخذ لهم حتى السنيدلاص ديال الدار ونسيتهم. دزت انا وماما حداهم، قلت لها ترجعوا ندوزو عليهم، نسيتهم حتى خرجنا. خديت هنا. المهم بقاو في هذا اللوين هذا. دزت عند عبدو تبارك الله ديما جديد. جبت عنده واحد البليد هذا
غزال. هادو راه تبارك الله عندو في اللوينات، ها نتوما. المهم حتى ان شاء الله نبارطاجي معكم لاش بغيتو، صافي غادي تعرفوا لاش بغيتو دابا. خديت الزيتون، انا راه اختي راه كنحماق على الزيتون كحل. شوف شحال خديت. الزيتون كحل كيعجبني في الفطور مع الجبن، خطير الجبن. هذا ديال جولديوم، هذا اللي كنت بارطاجيت معكم، اللي كنت خديت عند برادرز من لا مارك ديال غاستروميكس. هذا جولديوم خطير 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 صراحه، احسن جبن دقت. شوفوا عرفتي كريمي، ما كيطلق لا ما لا والو، واعر واعر واعر، المذاق ديالو زوين. راه ديجا بارطاجيتو مع الناس الانستغرام، كلهم قالوا لي راه هذا اللي ولينا كناخذوه بنين. عرفتوا هذا كنديرو مع الزيتون كحل مع خبز كومبلي، يا سلام. صافي خديت هنا الزيتون العادي مع حامض مصير، الزيتون المشرمل والهريسه. عرفتوا هاد الهريسه اش كدير ليا، كضرني في اللثه ولكن عزيزه عليا. دابا غادي نقلب الكاميرا، غادي نحاول نبارطاجي معكم شنو خديت من عند بيت العسل. اول حاجه خديت هنا الزيت البلديه، عرفتي راه اش غنقول لكم اكثر من عامين دابا وانا كنتقدم عنده الزيت البلديه، زوينه عنده. ثاني حاجه خديت هو هذا الغسول ديال الوجه بنياسياميد، هذا هو اللي شكروا ليا وزوين، عرفتو كيطلق واحد الرغوه زوينه، وهذا تقدري تستعمليه كل نهار وكيصلح لجميع انواع البشر. المهم هذا نجربو ونبارطاجيه معكم. خديت السيروم ديال الشعر بالكركدي، عرفتي واحد الريحه فيهم، عرفتي تبارك الله دخل سيرومات زوينين وريحتهم غزاله. هنا زبده الشيا، هذه راه كتصلح للوجه للجسم للشعر، عرفتي واحد الريحه فيها كتحمق، عرفتي غزاله 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 رائعه ريحتها. المهم راه متوفره دابا حاليا عند بيت العسل. خديت جيل ديال الويفيرا، هذا بعد المرات ريهام كتبغي تفيكسي به شعرها، بحال اخر فيديو بارطاجيت معكم نهار جبتهم من البحر، عرفتي تحرق ليهم ظهرهم، هذه اللي كتبرد عليهم زوينه، هذه راه كتصلح للشعر والجسم، راه كاين عند بيت العسل طبيعيه. هنا خديت ليكرون فيها 50 في الاس بي اف، هذه حتى نجربها ونبارطاجيها معكم. انا صراحه خديتها باش نبقى نديرها ليدي، عرفتي لاحظت ان يدي سمار وليا غير بالسوغان، ها نتوما غادي نبقى ندير ان شاء الله هكذا في السوغان، وغادي نرد عليكم كيفاش جاتني. ومحبوبه الجماهير، راه ما يمكنش نمشي لبيت العسل وما ناخذش التبريمه الصحراويه بالعكر الفاسي، راه عرفتي كي كترد لك الجسم ديالك، راه بارطاجيتها معكم الصباح، حتى كي كتردك هكا 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 واعره، هذه ما كنستغناش عليها، عرفتي مرت خويا حتى هي كتحماق عليها. المهم هنا خديت هذا ديال الخوخ، هذا خديته لريهام، ريحته غزاله، السيروم ديال الخوخ ريحته فنه. دابا هاد السيرومات كيخليو لك ريحه زوينه في شعرك وملمس زوين. هنا خديت زيت تساقط مع البخاخ ديال الشعر، صراحه ندير لهم الثمن اللي جد مناسب، دير فيهم برومو بجوج بهم 90 درهم. عرفتي واحد الريحه ديال الاعشاب هذه زوينه، وزعما ماشي ريحه خايبه، يعني تقدري تبقى في شعرك ماشي بالضروره تغسليه، هذا كيكمل هذا. واكيد زيت تساقط راه ما نحتاجش نشكرها لكم، غزال هذه ديما كناخذها من عنده، زوينه وكتساعدي بهذا البخاخ هذا. خديت عنده هنا العسل ديال الكاليبتوس، خديت هنا املو. المهم هنا خديت هذا بالعسل مسوس وخديت هذا بالعسل، راه ما شاء الله املو عند بيت العسل غزال غزال غزال، واحد القرمشه واحد البنه فيه يا سلام، بنين بزاف. المهم غادي ندوز دابا اول حاجه نرد كل حاجه بلاصتها.